تصريح ناري من مدرب المنتخب المغربي بعد تتويج المغرب بكأس العرب على حساب الأردن يربك المتابعين ويصدم الملايين. شاهد ماذا قال. وقبل أن نبدأ، إذا كنت فخورا وسعيدا بتتويج المنتخب المغربي، لا تنسى دعم الفيديو وتعطير الفم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. في عالم كرة القدم قد ترفع الكؤوس مرة واحدة، لكن الأخلاق إما أن ترفع إلى الأبد أو تسقط بلا رجعة. المباراة تنتهي بصافرة الحكم، أما القيم فتبقى مكشوفة أمام أنظار الملايين. فهناك لحظات لا تقاس بالأهداف ولا تختصر في النتائج، بل تقاس بتصرف بسيط، مصافحة صادقة، نظرة احترام، أو تجاهل فاضح يكشف ما في الداخل. الأخلاق لا تختبر عند الانتصار فقط، بل توضع تحت المجهر الحقيقي عند الخسارة. وهنا تحديدا نميز اللاعب الكبير عن اللاعب الغاضب، ونفصل الرياضي الحقيقي عمن يرتدي القميص دون روح. فالروح الرياضية ليست شعارا يرفع في لحظة فرح، بل سلوكا يمارس عندما لا تسير الأمور كما نريد. ما حدث لم يكن مجرد لقطة عابرة التقطتها عدسات الكاميرات، بل مشهدا صادما طرح سؤالا مباشرا: هل كرة القدم أخلاق قبل أن تكون منافسة؟ أم أن بعض اللحظات تكشف أن تقبل الخسارة أصعب من مجرد مصافحة؟ من هذا السؤال تحديدا خرج صوت مدرب اختار أن يضع القيم قبل الإنجاز. وبعينين دامعتين دخل مدرب المنتخب المغربي طارق السكتوي إلى استوديو قناة الدوري والكأس القطرية. لم يكن المشهد احتفاليا كما قد يتوقع البعض، ملامحه بدت هادئة، لكن عينيه كانتا تحملان ما هو أثقل من الفرح. جلس أمام الكاميرا، أخذ نفسا عميقا، ثم بدأ حديثه. قال السكتوي: اسمحوا لي أن أتحدث بصراحة، أنا اليوم لست متأثرا لأنني تعرضت لإحراج، ولا لأن يدي لم تصافح، فهذه تفاصيل شخصية لا تعنيني. ما ألمني حقا هو ما شاهدته من تصرف بعض لاعبي المنتخب الأردني. وتابع بصوت يحمل مرارة واضحة: مددت يدي باحترام، لا من أجل الكاميرات ولا بحثا عن لقطة، بل لأن ذلك واجب أخلاقي قبل أن يكون تصرفا رياضيا. كرة القدم علمتنا احترام الخصم، خصوصا بعد نهاية المباراة. ثم أضاف بنبرة حاسمة لا تقبل التأويل: ما حدث لا يمت لأخلاق الإسلام بصلة، ولا يعكس الروح الرياضية. نحن عرب ومسلمون، ومن واجبنا أن نكون قدوة داخل الملعب وخارجه. وأكد السكتوي أن الخسارة ليست نهاية الطريق، وأن تقبلها بشرف هو ما يصنع اللاعبين الكبار، قائلا: الفوز يسعدنا نعم، لكن الأخلاق وحدها هي التي تعرف من نكون. أنهى حديثه بصمت قصير، صمت كان أبلغ من أي خطاب، وترك التساؤل معلقا أمام الجميع. لم يرفع طارق السكتوي صوته، ولم يلجأ إلى لغة هجومية، لكنه قدم درسا أقسى من أي انتقاد مباشر. درس لم يكن موجها للاعبين الأردنيين فقط، بل لكل من يظن أن الغضب مبرر، وأن الخسارة تسمح بتجاوز القيم. قال السكتوي: نحن مسلمون قبل أن نكون لاعبي كرة قدم. الإسلام علمنا رد السلام بالسلام، واحترام الإنسان حتى في لحظات الخلاف. ما حدث لا يشبه ديننا ولا يشبه تربيتنا. وشدد على أن الرياضة ليست ساحة لتفريغ الانفعالات، بل مدرسة حقيقية للأخلاق، مضيفا: اللاعب الحقيقي يعرف عند الخسارة لا عند الفوز. المصافحة ليست ضعفا بل شرف. وأوضح أن احترام الخصم لا ينتقص من قيمة الفريق، بل يرفع مكانته في أعين الناس، قائلا: قد ينسى الناس من فاز، لكنهم لا ينسون من تصرف بأخلاق. ثم ختم برسالة هادئة لكنها مباشرة: الخسارة مؤلمة نعم، لكن تجاوزها بسلوك غير لائق يترك جرحا أعمق. الدين والرياضة يلتقيان في مبدأ واحد: الاحترام. لم يكن حديثه توبيخا بل تذكيرا بأن القميص يخلع بعد المباراة، لكن القيم تلازم صاحبها أينما ذهب. وقال طارق السكتوي وهو يستعيد موقفا خاصا بهدوء ممزوج بالفخر: قبل أيام من المباراة وأثناء إحدى الحصص التدريبية وقع موقف لن أنساه. كانت هناك طفلة أردنية من ذوي الاحتياجات الخاصة تقف خلف السياج تراقبنا بعيون مليئة بالفرح. وتابع: طلبت الطفلة أن تلتقط صورة معنا. في تلك اللحظة لم أفكر في الوقت ولا في ضغط التحضيرات، أوقفت التدريب فورا وتوجهت إليها بنفسي. ثم قال بابتسامة صادقة: طلبت من جميع اللاعبين أن يأتوا ويتصوروا معها. لم يكن أمرا بل واجبا إنسانيا. رأيت فرحة حقيقية في عينيها، فرحة لا تشترى بأي كأس. وأوضح أن تلك اللحظة فاقت في قيمتها أي تمريرة أو خطة تكتيكية، مضيفا:
تلك الطفلة لم تكن تشجع المغرب ولا الأردن، كانت تشجع الإنسانية. وختم قائلا: هذه هي أخلاق المغاربة، هكذا تربينا، نضع الإنسان قبل اللاعب والمشاعر قبل النتيجة. الكرة تنتهي لكن الأثر الطيب يبقى. ثم صمت قليلا وكأن المشهد عاد إلى ذاكرته. طفلة فرحت ومدرب يدرك أن بعض اللحظات أعظم من أي نهائي. اللهم اجعل هذا التتويج فرحة دائمة، واكتب للمغرب المزيد من النجاحات، واحفظه من كل سوء. قال طارق السكتيوي بصوت خافت وكأن الذكريات تعيده سنوات إلى الوراء: اسمحوا لي أن أروي قصة من بداياتي، قصة لا يعرفها كثيرون، لكنها شكلت شخصيتي قبل أن أكون مدربا أو لاعبا. وتابع: كنت في بداية مشواري شابا بسيطا، أملك الحلم ولا أملك الإمكانيات. كنت أتدرب باستمرار لكنني ألعب بحذاء مهترئ. وأضاف متوقفا لحظة: في أحد الأيام دخلت حمام النادي وبكيت. لم يكن بكاء ضعف، بل بكاء حب لكرة لا أملك أبسط أدواتها. وقال: رآني عامل نظافة مسن، اقترب وسألني عن سبب بكائي، فحكيت له قصتي. لم يقل شيئا حينها. ثم أضاف بامتنان عميق: بعد أيام فاجأني بحذاء جديد، لاحقا اكتشفت أنه تبرع براتب شهر كامل ليشتريه لي. وختم السكتيوي وعيناه تلمعان: ذلك الرجل علمني معنى الأخلاق والعطاء، واليوم وأنا أحمل هذه الكأس أهدي هذا التتويج إلى روحه رحمه الله، لأنه علمني أن الإنسان يسبق اللقب، وأن الأخلاق هي البداية والنهاية. واختتم طارق السكتيوي حديثه بكلمات امتزج فيها الفخر بالامتنان، متحدثا عن موقف يعكس معنى القيادة قبل المنصب. قال السكتيوي: في هذه اللحظة وأنا أحمل هذه الكأس أقول بكل صدق: أهدي هذا التتويج إلى الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة، هذا الشعب الذي منحنا الثقة والدعاء ولم يتركنا لحظة واحدة. ثم أضاف بعد توقف قصير: ولا يمكنني إنهاء حديثي دون ذكر الدعم الكبير من مولاي الحسن الذي لم يتركنا أبدا، كان يتواصل معنا باستمرار دقيقة بدقيقة، يشجعنا ويسأل عن اللاعبين ويمنحنا طاقة معنوية لا تقدر بثمن. وأضاف مستحضرا كلماته: كان يقول لنا دائما: ارفعوا تراب المغرب عاليا، العبوا من أجل القميص، من أجل الناس، من أجل الوطن. وأكد أن هذا الدعم لم يكن ضغطا بل شرفا ومسؤولية، قائلا: عندما تشعر أن هناك من يثق بك لتمثيل وطن كامل، تدرك أن الفوز ليس خيارا شخصيا بل واجبا وطنيا. وختم بكلمات هادئة لكنها راسخة: هذه الكأس ليست لنا وحدنا، بل لكل مغربي آمن بأن الأخلاق والانتماء والاحترام هي من تصنع المجد الحقيقي. اللهم وحد قلوب المغاربة وارفع رايتهم عاليا، واجعل أفراحهم متواصلة في كل المحافل. اللهم من فرحت قلوبهم اليوم فافرح، ومن تعب من أجل هذا الوطن فاجزه خير الجزاء. ولا تنسوا دعم الفيديو، اضغطوا لايك، اشتركوا في القناة، واكتبوا في التعليقات بكل فخر: ديما مغرب.